السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدين قناة أبو زهرة الزراعية. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد هنوضح فيه أهم المشاكل اللي ممكن بتحصل معانا زي ما اتفقنا كده من شهر أكتوبر لشهر فبراير. دايما بعض المشاكل بتحصل معانا في التوقيت ده، واحنا قلنا قبل كده في أعوام قبل كده لأن درجة الحرارة بتاعة الشتاء بتبدأ تدخل ودرجة حرارة الصيف المرتفعة بتبدأ تقل فبتخرج، فبيبقى هنا في برجلة للنبات. النبات ما بيبقاش عارف يعمل ايه، درجة حرارة عالية وبدأت تنخفض، وبالليل بتبدأ تنخفض أكتر، فالنبات بدأ هنا يحصل له نوع من البرجلة الفسيولوجية داخل النبات نفسه، فالعمليات الحيوية بتاعته بتبدأ يختل توازنها، فبتبدأ بعض الأشجار يحصل عليها مشاكل كنوع من أنواع الاسترس، وتبدأ تخرج نموات خضرية بتبقى جديدة، لأن الشجرة حست بخطورة فبتبدأ تطلع نمو خضري في التوقيتات دي. الحاجة المهمة اللي عايز أوضحها برضو في نفس الوقت هي إن في التوقيت ده بيحصل معانا سبب اختلاف درجات الحرارة طبعا وارتفاع الرطوبة الجوية، بيبدأ يحصل معانا نشاط لبعض الأمراض الفطرية اللي موجودة سواء في النبات فوق أو اللي موجودة في المجموع الجذري تحت، ودي طبعا اتكلمنا فيها باستفاضة، ولكن اللي أنا عايز أنوه عليه دلوقتي إن نشاط هرمون نشاط قصدي فطر الفيوزاريوم زي ما حضراتكم شايفين كده اهو، بتبدأ تحصل معانا النتوءات دي تطلع اهوت، ويبدأ يطلع معايا الايه الاكروس او التكتلات، سواء بقى خضرية سواء تكتلات زهرية بتبدأ تحصل معانا في التوقيت ده، وده بيبقى ناتج عن اختلاف او خلل او خلل في درجات الحرارة، سواء بقى من خروج صيف ودخول شتاء. طيب احنا دلوقتي دي اهم النقطة، المشاكل اللي ممكن تواجهنا في نفس التوقيت. عندنا بيحصل على نشاط كبير جدا لحشرة التريبس زي ما حضراتكم شايفين اهو، ده نشاط كبير جدا لحشرة التريبس بيحصل معانا في التوقيت ده، لان ده بتبقى درجة الحرارة انخفضت، فبتبدأ حشرة التريبس تبدأ في التوقيت ده تنشط بصورة كبيرة جدا. السلام عليكم، ازي حضرتك يا دكتور خليل؟ دي من الحاجات برضو اللي كنا عاوزين ننبه عليها حضراتكم، ان ناخد بالنا في التوقيت دوت اي نموات جديدة بتطلع حديثة لازم ناخد بالنا منها عشان نشاط التريبس زي ما حضراتكم شايفين كده اهوت. النشاط بتاع التريبس واضح معانا اهوت، ولكن لازم ناخد بالنا في التوقيت ده من الحاجتين دول، الاكروسات وبداية خروج الاكروسات زي ما حضراتكم شايفين كده، وبداية ونشاط حشرة التريبس في نفس التوقيت، لان طبعا التوقيت ده بيبقى صعب شوية بالنسبة لمعظم مستثمري المانجا، لان بيبقى في ناس كتير بدأت تشيل ايديها من خدمة الشجر، والكلام ده ما ينفعش، ولكن لازم تاخد بالك لان اهم عامل هو الحفاظ على الطراح بتاعنا ده. لازم الطراح ده يبقى متحافظ عليه بشكل كويس وبسمك كويس، وبيبقى الطراح واخد مخزون كويس، ولكن لازم اكون محافظ عليه من اي مشاكل سواء مرضيه بقى او فطريه او حشريه. الحاجه التانية برضو اللي عايزين نحافظ عليها هو المخزون بتاع الشجره. انا المخزون بتاعي جوه الشجره شكله ايه؟ انا المخزون بتاعي انا مخزن العناصر بتاعتي كويس ولا مش مخزنها كويس؟ لان داخل علينا شتاء وداخل علينا برد، ما نعرفش ممكن نتعرض لامواج صقيع ولا ممكن ما نتعرضش. كل الامور دي بتخلينا نخش على البرد واخدين وعاملين عملياتنا الحسابيه اللي هي تقيني من مشاكل ال البرد، وان هو بيأثر على المواد بتاعتي. كان معكم المهندس حسام ابو زهره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.